الملكة اللي اختفت فجأة. أسرار لو اكتشفت هتغير تاريخ مصر. اللي نعرفه عن نفرتيتي أقل بكتير من اللي ما نعرفوش. اسمها معناه الجميلة أتت، بس الغريب إن بعض الباحثين بيشككوا إنها مش مصرية أصلا. في نظرية بتقول إنها كانت أميرة أجنبية دخلت مصر لغرض سياسي مش زواج عادي. قبل ما نكمل بس ما تنساش تعمل فولو لايك لو عجبك الفيديو. تخيل معايا ان في ملكة جمالها هز العالم كله واسمها اتكتب في كل المعابد، وبعدها فجأة اختفت كأن الارض اتشقت وبلعتها. لا مقبرة لا موميا، مفيش دليل عن اختفائها. الملكة نفرتيتي مش بس لغز تاريخ، دي اكبر لغز سياسي في مصر القديمة. نفرتيتي ما كانتش واقفة ورا اخناتون، دي كانت شريك حقيقي في الحكم. في نقوش بتصورها وهي بتضرب الاعداء، بتقود طقوس دينية، بتظهر بنفس حجم الفرعون، وده شيء نادر جدا في تاريخ مصر القديمة. اختفائها كان غامض، فجأة اسم نفرتيتي يختفي من السجلات، لا ذكر الوفاة ولا جنازة ملكية ولا مقبرة معروفة. وده غريب لدرجة تخلي بعض الباحثين يقولوا تم محوها من التاريخ عمدا. طب هقولك سر ما اتقالش كتير. أشعة حديثة عن مقبرة توت عنخ آمون كشفت فراغات غامضة وأبواب مغلقة وممرات لم تفتح. والسؤال المرعب، هل نفرتيتي مدفونة على بعد أمتار ولسه محدش لمس الحقيقة؟ نفرتيتي ممكن تكون ملكة أو فرعون أو ضحية مؤامرة. أنا بقول إنها اختفت ضحية مؤامرة، أنت بتقول إيه؟ لكن المؤكد واللي كلنا عارفينه إن التاريخ اللي إحنا نعرفه ناقص. سلام.